السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي إخواني أخواتي داخل وخارج أرض الوطن. توحشتكم بزاف، غبرت عليكم هذه المدة نظرا يعني لكثرة المواضيع وكثرة الأخبار وكثرة هذا. فبطبيعة الحال حتى كنتأكدوا من شي خبر عاد كنطلعوا نقولوه، لأن ما يمكن ليش أي حاجة، وخاصة ملي كيكونوا بعض القضايا في سرية البحث. فقبل قليل يعني سمعت الخبر ديال اعتقال آدم بن شقرون والأم ديالو اللي راهم في الحراسة النظرية، وبعد ذلك سيتم تقديمهم أمام السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف. هذا ما يدل بأن القضية غتمشي في اتجاه ديال الجنايات. فبطبيعة الحال راه شفنا هذه مدة وتكلموا عليهم الإخوان والأخوات، وأخص بالذكر لاله أم رنيم الإخبارية. يعني كانت كتنقل يعني اللايفات ديال الأم والخرجات اللامحسوبة هي والابن ديالها. فصراحة يعني عاتت في الأرض فسادا، منها تشجيع الابن ديالها، يعني استباحت العرض ديالها وديال ولدها. فكيف ما شفنا في عدة فيديوهات أنها خرجت حتى من التعرية، تعرت في الزنقة على الناس علاش يجيبوا الصحافة. فجابوا الصحافة، بغاو ينددون، راه هما عندهم الشرف، عندهم النخوة. ما يمكنش واحد السيدة هي والولد ديالها يعني كيديروا شي امور اللي ما يمكنش يقبلها اي مسلم او اي مغربي حر. فكما قلت لكم اليوم قبل قليل رات او يوم امس عفوا، لان يلا خرج الخبر، ولكن على ما اظن لان سمعت في عده قنوات بان ربما تم اعتقالهم يوم امس. واليوم عاد توصلوا العديد من القنوات توصلوا بالخبر، يعني الأكيد بأنهم بالفعل تم القبض عليهم وفي الحراسة النظرية. إذا خوتي العزاز، كنتمناو زعما صراحة والله إلا كنتمنى من قلبي جميع هذه القضايا، يعني ديال الرأي العام، جميع هذه القضايا ديال الناس المشوهين، ديال اليوتيوبر المشوهين، ديال جميع الناس اللي في السوشيال ميديا. ففي انتظار، يعني في انتظار، فكما سمعنا بأن دخلات جهة عليا أيضا في الموضوع ديال البدوية وما يدور في فلكها. فما يعني باقية الأمور في سرية البحث. دائما كنأكد بأن الملفات كثيرة وأيضا الشكايات كثيرة. فكما كنشوفوا يعني ايضا الوكلاء العامون يعني مشكورين، ايضا النواب العامون مشكورين، ايضا السلطات ديال البلاد من صغيرها حتى لكبيرها، وايضا الجمعيات الشرفاء اللي كيناضلوا من اجل هذه البلاد، وايضا كيوصلوا الصوت المغاربه داخل وخارج ارض الوطن. وايضا كيف ما سمعنا بان تم الحكم الاستئنافي ايضا على لبنينو اللي كانت عندها قضيه مع المحامي الداودي. ايضا البارح كان الحكم ب8 اشهر، يعني هو كان تحكم عليها ب8 اشهر وتم تاكيد الحكم يوم امس. المهم كنحاول في هذا الفيديو يعني نعطيكم يعني تقريبا ما يروج على السوشيال ميديا وشنو اللي مازال. فبالنسبه لعائله بوكريشه راه ماشي هذيك هي القضيه الوحيده، يعني اللي عند لبنينو مازال عندهم قضايا اللي تحطات بهم الشكايات هنا ايضا في مدينه الدار البيضاء. كما سبق وذكرت لكم ايضا الحمد لله، يعني بشائر الخير بدات كتبان على البلاد ديالنا باش نقيو بلاد ديالنا من هاد المشوهين. فبداية بن شقرون والابن ديالها اللي صراحة هذيك السيدة اللي لا تشرفنا كمرأة مغربية، هذه وحدة اللي كتخرج وكتبكي، وانا موقف معايا حد، وانا كنت محتاجة، وانا كانت عندي هذه، وانا بعت حوايجي، وانا درت، وانا فعلت، وانا تركت. فاستسهلت
يعني استسهلت الاموال وكتخرج وكتعطي الديديكاس ها الامارات ها السعوديه ها، يعني علاش كيعطيوك اصلا هذوك الاموال؟ فسحابها بدك تخرج العينين غادي توصل لواحد يعني لواحد الهدا، وكانت باغيه قالت لك حتى هي تدعي الجمعيات علاش يهضروا، حيحات على الناس اللي يعني كيندوا بهذه الافعال الاجراميه، لان باش تخرجي الناس واقفين مع الصحافه وتخرجي لهم هكاك بعصا، علاش تقولوا لي سكتي، علاش تقولوا لي؟ فالغريب في الامر، وكنبغي نشكر واحد الاخت يعني عزيزه وغاليه عليا بان نبهتني لواحد القضيه بالنسبه لادم بن شقرون. يعني فينا هما الاهل ديال الزوج ديالها؟ حنا نقولوا الزوج هو مات، ولكن كيفاش تنقاطعت العلاقه ديالها ما بين الاهل ديال الزوج ديالها؟ لان كما سمعنا في احد اللايفات ديالها اللي كانت نقلاتهم لاله ام رنيم بان باقي الاب والام ديال الزوج ديالها باقيين حيين، فعلاش ما تكلفوش بهذوك الوليدات؟ علاش مخلينهم عايشين في هذيك الشوهه؟ يعني هذوك البنيات راه فكما سمعنا من مدام سميره البقالي بان هذوك البنيات راه ربما غادي تتكلف بهم يعني الجمعيه، يعني كيف ما داروا مع سابقا مع هيام. ففينا هما هاد الاهل؟ فينا هما؟ علاش ما كيسولوش على هاد الولد؟ علاش ما كيسولوش يعني واش هما زعما ميتين حتى لهاد الدرجه؟ يعني ما شافوش هاد الفضائح اللي كدير هاد مرت الولد؟ واش ما بقاوش فيهم هذوك راه فردات الكبد يعني ديالهم؟ راه كما كنقولوا اعز من الولد ولد الولد، هذا هو اللي كنقولوا. فهي دائما كتذكر بان موقف مع حد ما حلا في عيد ولا في مدرسه ولا في بزاف ديال المسائل، فربما غادي تبين بزاف ديال الاشياء مع الوقت. دابا بدايه بالاعتقال ديالها هي والابن ديالها، ثم ما غاديش مازال غاديش يوقفوا هنايا، لان مازال الشكايات تتقاطر، لان ما نساوش بزاف ديال الجمعيات وبزاف ديال هذه ناهيك على الجيران ديالها اللي كانوا دايرين بها شكايات بانها كدير لهم الازعاج. فاذا كان شي جديد بطبيعه الحال خوتي خواتاتي غادي نوافيكم به من جديد. باقي القضايا كما كتعرفوا خوتي العزاز ما كنبغيش يعني نطول في لي فيديو، وخاصة بأن الأيام المقبلة ماشي طويل بزاف، ما يعني ماشي مدة طويلة بزاف، لأن دابا راه السلطة أو الناس المختصين فكان أيضا الأستاذ الصوفي كان أشار بأن راه دخلات جهة أخرى عليا يعني في القضايا اللي مطروحة على السوشيال ميديا، منهم الناس المشوهين. وبطبيعة الحال ما غادي يستثنيو حتى شي قناة، ما غادي يستثنيو حتى الناس الداعمين اللي كيدعموهم على الشوهة، حتى هما كل شيء غادي يدوز ان شاء الله في البحث. كنتمناو يلا يعني ماشي غير انا، يعني كالجاليه ايضا المغربيه، وايضا كنبغي نشكر الجاليه المغربيه المقيمه بسويسرا وايضا كندا وايضا امريكا وايضا بزاف والعديد العديد 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 ديال الجمعيات اللي متبعين ايضا هذوك الناس، يعني القنوات اللي كاينين فاس بالاخص بوكريشه والزوجات والبنات هذيك الاسره هذيك بوحدها. باش ما نطولش عليكم في لا فيديو، ان شاء الله غادي ندير معكم فيديو واحد اخر باش نزيدوا نفصلوا في الامور. شكرا على حسن المتابعه. بطبيعه الحال ما تنسونيش خوتي العزاز عافاكم من اللايك والبارطاج، مشكورين ودمتم سالمين والى لقاء قريب باذن الله.